عليكم البنات، ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير وكل اموركم تمام يا رب العرش العظيم. جيتكم كما العاده كما العويد بقصه جديده. لا صراحه نص قصه حقيقيه نص كرونيك، لانه كملت عليها الكثير من الاحداث باش تولي هكا شابه وباش انتم يعني تستمتعوا. يعني صراحه راني نشوف اني دائما حله عينيا ونشوف النوع تاع القصص اللي تعجبكم اكثر والنوع اللي تستمتعوا به والنوع هذاك اللي تحبوا انكم تعيشوا الاجواء تاعو وتسمعوا يعني بصوتي وتستمتعوا بالاحداث. سو راني ندير الوفق تاع انتم واش راكم حابين الان دوكا كيما مدار. يعني صلوا على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام، ردوا لي السلام في التعليقات فضلا وليس امرا، ديروا لي اشتراك في القناه وروحوا لي الانستغرام حياه بون فويس ولا الفيسبوك ولا وين ما حبيتوا روحوا، ولا ثاني تيك توك. راني عندي تيك توك ولكن جوست ما ريبونديش فيه، اي باينه تيك توك صعب شويه باش يريبوندي الواحد فيه. المهم مرحبا بكم اونكور اون فوا، وهيا بينا نبداو في القصه تاعنا الشابه تاع نهار اليوم. بطلت القصه واسمني مرام، في الوسطانيه تاع الدار عندي ثلاثه خياتي اكبر مني وكلهم زوجات، يعني ما عدا وحده يعني زوج الكبار مزوجات، وحده لا يعني مازالها معانا في الدار وكامل. وعندي خويا واحد اصغر مني يقرا في البريمير، واختي كيف كيف ثاني اصغر مني لكن هي مازال ما تدخلش تقرا. المهم كما قلت لكم انا الوسطانيه تاع الدار بكل صدق. كانوا دائما لا فامي ولا القراب مني كل ما يقولوا مرام كانوا يقولوا عفسه وحده، كانوا يقولوا زين، لانه الله يبارك انا ربي عطاني زين خارق العاده. نقول الحمد والشكر لله. وثاني اي طفله كما يقولوا تحمد ربي سبحانه على حتى على الخلقه الكامله، نقول الحمد لله عليها. عندي عيوني عسليه وعندي هكا يعني كما يقولوا هذاك العيون اللوزيه للشابين، راكم عارفين كيفاش، ومع اللون تاع العسلي واو. يعني شوفوا البنات راني قلتها وعاودتها، انا العسلي نقولوا العيون يعني البنيه هذيك اللي يكون بني فاتح. انا جو سي با دوكا كيفاش تقولوا نتوما، ولكن انا حياتها كنقولهم كيما وصفت لي الطفله روحها. قلت لكم المهم مع شفرتي هكا يعني جاي شويه ماشي بزاف شويه هكا طوال، يمدوا كيما يقولوا هكا شابه العينيه شابين، حواجبي ثاني هكا مرسومين هكا طالعين في السماء، وجهي صغرون هكا ونيفي طالع كيف كيف في السماء، صغير نيفي وطالع جيك شغل حاد هكا. المهم وباقي تاع وجهي شغل طفولي، هذا ما كان يمد لي كيما يقولوا عفساكه ولا ميزه شابه في وجهي. وزيد شعري جاي كستنائك شغل بني هكا غامق شويه، ولكن في الضوء تاع الشمس يبداك شغل يلمع. وشعري طويل، ماما ملي كنت صغيره كان دائما تحرزهولي، خلاص تقولي خصك ديري هكا ديري هكا، وكتدير لي القردون وكندير دائما حمام زيتي هكا. وانا كي كبرت شغل والفت وليت ندير هكاك. وثاني ما درت حجاب، ممسي كي كبرت ودخلت ليسي وكامل ما درت حجاب. دوكا تقريبا فهمتوا علاش يقولوا لي لا فامي شابه ولا زله وكامل، فهمتوا تقريبا كيفاش. وما نكذبش عليكم ثاني من صغري كنت دائما اتيري بزاف لافيو، كانوا دائما يحبوك شويه يتقربوا مني، ولاد جيراننا الناس اللي كانوا تماك شغل قراب من الدار، يعني مامسي ما كانوش جيران ولكن تما برك من الحومه وكامل، اللي كانوا يقراو معايا في السيام كانوا دائما يكتبوا لهذوك الرسائل تاع الحب يقولوا لي يا مرام برك ديتي نعقلنا. ولكن انا صراحه كنت نضحك، كان يعجبني الحال كوني كنت نشوف اسي داتونسيون هكا سيغ موا، كان يعجبني بزاف الحال، لكن وميم طون كنت خلاص نقول شنو هذا دي نقول مركتوها تاع الصح. وثاني كنت نعاني من عفسه اللي هي البنات اللي كانوا يقراو معايا، يعني فريمون نقول لكم كل عام لازم المهمه تاعي الاساسيه اللي كنت فريمون نكرهها لازم نلقى صحبه جديده. ما كاش طفله قرات معايا عام وقعدت لي العام اللي موراها، كانوا دائما يغيروا اويلي واحد السم واحد الحقد ماشي نورمال. نبدا نقول زعما وراه المشكل علاش زعما كيكتب لي هو ولا تقال لي نحبك زعما بوكو نورمال ما كاين والو. ان هما لا نتذكر واحد الطفله قرات معايا واسمها سيلينا، واحد السم اللي فيها لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. قلت لكم الطفله شغل قرات معايا في الكوليج يعني في السويام، وين هكا صرات يعني شغل وين واحد يكون شغل من فامي تاعها ولا جو سي با، انا كي بعث عندي هكا وقال لي بلي نحبك وجو سي با اذا تكوني معايا، انا بديت نضحك ومنيتي وريت لها انا رساله، ويا البنات كتب لي واحد الرساله سكتوا برك. تعرفوا هذوك يكونوا صغار كاين واحد الرسائل هذوك شغل يتباعوا عند المكتبه يكونوا شابين شغل متحوفين هكا كامل، زعما تكتبي فيهم عفسه كتبها لي ثم وستبعث لي معاها كادو وفيها شيكولا وكامل. يا ودي كارثه وخلاص. انا شغل من الضحك رحت وريت لها الرساله، انا حسبت لك شغل عادي نقعدوا مع بعض نوري لها نبداو نضحكوا كيما البنات الاخرى كيفاش شفتهم يديروا. ولا اختي مثلا تحكي لي واش كانت دير في الليسي وكامل، لانه اكبر مني وكانت هي تقرا كيما يقولوا في الليسي. قلت لكم انا تحمست، ولكن الطفله نشوف وجهها تقلب كامل وبدات تعاير ريقتي واش راكي حاسبه روحك
وحاسبه روحك راكي لو سونتر دو موند، انت زعما محور الكون والعالم كامل، والكل يحبك انت زعما واش كاين، انت ما فيك والو سبيسيال. انا هنا شفت فيها قلت لها واش بيك يعني تو دوسمون، واش راكي تاكلي في روحك يعني، ما قلت لك والو انا. وحتى العفسه هذيك شو ماهيش ليك انت قاتي على بالي وانت دائما كلشي عليك انت. انا هنا فهمت بلي الانسان هذه السميه تاع الصح، وبدات كش ما يقولوا بدات تندب في حناكها، وين انا بديت نضحك لانه صراحه ميزه واحده اخرى عليا، مانيش من النوع اللي نتاثر كما يقولوا بالخف. المهم هنا بديت لكم لمحه صغيره على واش كنت نجوز ولا كيفاش كنت نعيش. كملت انا طلعت الليسي وكامل جوزت الباك، ما ديتوش تقعد في الدار لانه كرهت، قلت الا ثم ما نوليش، قلت بيبي عام عامين نعاود نجوزو، ولكن هذاك الوقت كنت فريمو عيانه. المهم انا غير قعدت في الدار خلاص. البنات نقول لكم الخطابه ولاو فريمون جو سي با يدخلوا من الطاقه من الباب من البالكون من كلش، ولاو غير يبعثوا لبابا ويحبسوا برا ويقولوا له اذا نجيو نخطبوا كامل، قاعدين يبعثوا لي في فيسبوك وحنا رانا ناويين الحلال وجو سي با واش ومنا ومنا. وبيناتهم كامل كاين واحد اللي هو سليم، هذا سليم هذا يكون جيراننا، ولكن هو كاين من النوعيه اللي يروح يعاود يولي يخدم لك شغل، جي انسان كبير عليه تقريبا 5 ولا 6 سنين، وكان يروح يخدم يعني كل مره وين يروح يعاود يولي. وهذا صراحه ما نكذبش عليكم كان صغري كان يعجبني شويه، لانه كان عنده واحد الكاركتير ما يحلبش كاع. يعني مثلا نكون قاعده مثلا صغيره هكا، نكون قصدي نكون جاهزه في الطريق هكا، يكونوا صحابو زعما حبوني يهضروا معايا، ولكن هو والو الشام يهضر ولا يقول اي حاجه. وانا ديك العقليه تعجبني بزاف، الانسان اللي يكون عاطي قيمه لروحو، الانسان اللي يكون عاطي كما يقولوا قدر روحو، جادور واو فريمون فريمون جادور هذاك النوع. وثاني ممسي من الكوتي تاع الجمال هو والله يبارك، عنده عينيه زروقه يعني العكس تماما، انا شويه جايه خمريه كما قلت لكم، وعيني هكا بني فاتح وشعري وكامل، هو لا هو جاي بلوندي تاع الصح، وجاي طويل يكون هكاك متر 85 حتى المتر و90، الكور تاعو جاي شويه معضله كامل فوق، ولكن من تحت جاي نورمال. المهم كشغل باين عليه بلي يدير شويه سبور قلت لكم، وعينيه بلو واو 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 يهبل. جهه واحده اخرى كان المنافس رقم واحد اللي هو وليد عمتي. هذا وليد عمتي هذا على العكس يعني تاع هذا سليم، وليد عمتي هذا واسمه رؤوف هذاك شغل يقرا في اليونيفرسيتي وميم طو يخدم مع باباه، يخدم هكا برا، وجي انسان شغل نشيط يبغي بزاف كيما يقولوا يخدم وكامل يدير حياته. وهذا من الاخر ما يكون صغار كان يقول لي انا ندي، كان جاي من دائما يقولها لي هكا، يقول لي استمعي لهنا مرام، نقول وشنو رؤوف، يقول لي نكبروا انا نتزوج بك وانا اللي نديك، نبدا نضحك نقول له وليدي راك تحلم، يقول لي نحلم انا، يقول لي انت حلمي انا نحقق لك الاحلام، صح انا ما نحلمش، انا ديريكت مكشر واقعي، اي عفسه نحبها نخدم عليها باش نجيبها. ونقول له لو كان زعما ما تصحلكش ولا، يقول لي هكا بغى ربي سبحانه، ولكن العفسه اللي نقدر عليها كشغل نحققها انا نديرها. كان يهضر بواحد الطريقه اللي تبين الثقه بالنفس، وصراحه كان يعجبني، بصح ماشي كيما هذا سليم هذا اللي كان دايل عقلي كامل. حتى مره وين كنت قاعده قلت لكم هذاك نهار كشغل خلاص عييت خدمت بزاف شغل، وين مع العشيه كنت راقده هكا شديت التليفون وقعدت كنخدش فيه في فيسبوك، حتى نلقى ميساج دخلني يعني كنت مدخلني، دخلت نلقى شكون سليم كان مكتوب الاسم واللقب، ريبونديت له وبدينا نقصروا وتبدا حكايتنا ويكون في علمكم هذاك الوقت يعني ما كنتش 19، هذاك الوقت يعني نكون هكاك 17 داخله في 18، هذاك وين خسرت الباك وقعدت في الدار. قلت لكم بدينا نقصروا وبداو كيما يقولوا الايام يفوتوا، انا بديت نتعلق به ونتعلق به بالو، لانه هو ثاني جاي منه هذاك المتسلط يريبوندي لك شغل ويطول يقعد لك 10 ساعات باش يريبوندي. والعفسه هذه هبلتني البنات اول مره نعيشها، على بالكم خرجني من حبل عقلي، جو سافي با كومون كومبورتي، ما على بالي كيفاش ندير، ولكن خلاص شغل رحت كيما يقولوا ودخلت في هذيك المتاهه. بدا هكاك وبدا يسيرني بواحد الطريقه، خلاص يقول لي لازم تجي ونخرجوا كامل، انا ما نقدرش نخرج. هذه نسيت ما قلت لكمش، انا بابا مزير تاع الصح، عمامي وثاني ولاد عمي يكشغلوا كامل تما، انا نخافهم ثاني هذوك خط احمر يا ناس، ما نقدرش نقرب ليهم ابدا. المهم قاعد كشغل يقول لي وانت يا ما كيش دايره فيا كونفيونس وكامل، ولهنا لا فجاه كشغل توسوست وسقسيت بنات كنعرف في ماشي صديقات، ولكن هكا برك تاع لي جروب على بالهم كيف نتعرفوا كامل، سقسيتهم قلت لهم البنات والله العظيم نقول لكم هذا دائما يقول لي نتلاقاو وانا
راني خايفه. وين هنا واحد الطفله قالت لي سمعي، قالت لي غير بالاكي، قالت لي بالكي تروحي ولا، لانه هذا دوكا راح يبدا غير هكا ومن بعد يولي يدومونتي منك صوالح كبار. قلت لهم يعني باردون الطفله، قلت لها بلي في الاول كان يقول لي ديريكت نجي نخطب ونجي عندك وجو سي با على سنه الله ورسوله، ولكن دوكا تبدل. وين قالت لي سمعي نقول لك عفسه، قلت لها قولي. قالت لي لو كان باغي يخطب من الاول ولا غير من الاول اللي جا، هذا دوكا يجيبها لك هكا ويلعب لك كما يقولوا على الوتر الحساس، بلي راح تفقديه وجو سي با انا واش، وراح يروح ويخليك. جربي كوني معاه مره شغل مره واحده وقولي له دير اللي حبيتها وتشوفي كيفاش يولي يحلل فيك ويقول لك بلي نحبك وجو سي با انا واش. ولكن هذوك راه يدير لك هكا لانه شاف بلي راكي تعلقتي به. وين هناك شغل مدت لي كف الطفله، مدت لي كف تاع الصح. وانا بديت نشوف نطلع ونهبط ونقرا في لي ميساج، ولقيت بلي صح بينت له بلي الانسان هذا راه في خاطري، وبلي شغل صافي لونطم اللي كنت نخمم فيه. وين هنا قلت له، خرجت له طيطاي، قلت له انا ما كاش نهائيا، انا باش نتبعك وانت تديني طريق الخمجه غير هذيك اللي ما تصراش. هنا ورالي كيما يقولوا نجوم الليل في عز الظهر. هذاك الوقت كان ما باقينوش بزاف انه يروح لخدمته، واقع يروح للمعسكر ولا جو سي با انا، المهم للغرب ولا للشرق، المهم يروح من ولايتنا ويبعد. قلت لكم هي انا شغل كي خرجت على كاك طايطاي هو واش دار، ولي العلم بلوكيتو الكلب الفايح، راح دار دي كابتور وبعث لولاد عمي قال لهم شوفوا واش راه يدير. ويا ناس تمنيت نموت ولا نعيش هاد اللحظه، فريمو مت بالخوف تاع الصح. والحمد لله اني بعثهم الرؤوف ما بعثهمش لواحد اخر، مع انه رؤوف عصبي، ولكن واش صرا وتبعوا برك تعرفوا. بعدها بيامات شغل هو واش دار، راح فتح فو كونت يعني في كونت جديد، بعث لي قال لي يكون في علمك راني بعثت ولاد عمك ودوك تشوفي واش راح يديروا فيك، كنتي وحده هاك وسمعني كلام اللي فريمون جامي سمعته ولا حتى تخيلت اللحظه انه راح يقول لي هضره كيما هذيك. يا ناس فريمون المظاهر خداعه تاع الصح. وانا اللي كنت نظنوا بلي انسان الله انسان يعني بسم الله ما شاء الله، الانسان هذاك اللي يقدر كيما يقولوا يوقف معايا ويكون معايا، الانسان هذاك اللي كنت نشوف فيه ملائكه، يا وظهر لي ابليس على هيئه انسان. انا تما بيت نترعد، ما رقدتش هذيك الليله، بيت غمتقيه والحمى. ماما قالت لي واش بيك، انا ثم سكت ما قلت لها والو. لكن اختي اللي كانت قلت لكم اكبر مني سقساتني، هي تقرا في يونيفرسيتي، قالت لي واش كاين، حكيت لها. وين انا شدتني قالت لي مني تاك هذاك، وين بدات تحكي لي على ليزيستوار تاعو. انا ثم اللي فهمت بلي انا كنت غبيه. المهم بدات تمر يامات وانا مرضت تاع الصح. نستنى غير في الوقت وين واحد يعني من ولاد عمي يقول بابا ويدخل بابا عليا ويضربني ونكش ما يدير لي. ولكن ما صراتش واحده من هاد العفيس، ما صرات حتى قربت كيما يقولوا، قربت الاختانه هذه تاع واحد من ولاد عمي، راكم فاهمين واش راح يديروا الاختانه هكا وين كان لازم نروحوا. المهم انا وجدت روحي وكامل، وانا قلت اليوم موتي من الاخر، يتلاقى بيا كش ما يقول لي وخلاص. غير اشتكى رؤوف برا، شاف فيا كاع وتحط عينيه وما كاين والو. انا فهمت بلي فريمون الفاتوره تاعي راح تكون غاليه تاع الصح. بعدها رحت على سعدي ثم برك قعدت نعاون فيهم غير شويه يعني صراحه كانوا بنات ما خدمتش بزاف شغل. ولكن حتى بعدها وين خرجوا هكا يعني كانوا برا في الحوش قاعدين يطبلوا ويصغرتوا كامل، شفت هكا شفت رؤوف اللي كان طالع للشومبره تاعو. انا هنا جو سي با لا اول مره شديت الكراش تاعي وين قلت راح نهضر معاه. غير هو طلعت انا رحت وشفت في اختي قلت لها بالك نروح نطلع نشوف نهضر معاه ندير اي حاجه نفهم له واش صرا، ولا خفت يكون فاهمها بلي السيد كان لخلي ولا دالي كاش بلاصه، على الاقل نهضر نقول كاش عفسه. المهم غير وصلت هكاك شغل طلعت في دروج، هو كان سابقني، غير هو دخل شومره تاعو، انا رحت مثل طبطبت هكا في الباب وفتحت الباب ديريكت. تو هكا شاف فيا وين هكاك شغل تخلعت، قلت وراه اوف ربي يحفظك خصني نهضر معاك. وين انا شاف فيا قال لي ما عندي واش نهضر معاك، غير خرجي وروحي. جبها لي هكا وبصوتك شغل تاع كره مني ولا جو سي با انا، ولا تاع فقد الثقه فيا، ولكن انا ما قدرتش وخلاص صوتي ولا يترجف. انا دخلت مشوره طبعت الباب هذيك وين قلت له شوف، قلت له لا بيحفظك خليني نهضر معاك غير شويه ونفهم لك واش صرا واش كاين. وين هنا هو جا ديريكتومون لي جبدني هكا وضرب هذيك الباب، يعني كانت كما نقولوا مغلوقه ولكن ضربها بالبلاصه غلقها. انا تخلعت ونشت هكا في قلت له شوف والله العظيم ما كاش عفسه كيما راك متخيله، والله غير هضرنا برك في فيسبوك، وفي الاول كان يقول لي نجي نخطبك، وفي الاول كان يقول لي نزوج بيك وجو سي با انا واش. وهاد العفسه هذه يكون في علمك دارها لانه رفض انه تلاقى به. وين هنا هو شاف فيا قال لي ايه كملي وانايا وين شفت فيه قلت له شنو انت، قال لي وانايا واش المحل تاعي من الاعراب فاهمين ان شاء الله.
وين انا شفت فيه انا ودخلت شوكيت واش راك تهضر واش راك تقول؟ قال لي واش راني نهضر واش راني نقول؟ ماشي صافي لونطون ملي كنت نقول لك يا مرام نقول لك خطيك من هاد الصوالح كامل وانا نديكها، ماشي من ملي كنا صغار وكنت نقول لك انت تاعي انا ولا نسيتيها؟ ومن هنا بديت نشوف وحرت واش نقول، ما لقيتش واش نقول صراحه. الهضره تلفت لي في هذيك اللحظه ونقرب ليا هكا وشدني هكا من يدي وقربني ليه. يا ودي قرب بزاف حتى النفس تاعو هكا بدا يجي في وجهي. قال لي شوفي من الاخر انا مانيش هو وهو مانيش انا، وليكن في علمك هذاك رخيص راني حطيتهم له وراني خلصت وخلاص تاع كلاب داكوغ. وانا نشت فيه قلت واش درت له؟ قال علاش غاضك؟ قلت لا لا بصح انا نخاف هاد الصوالح، ولو كان بابا يسمع قال لي ما يسمعش باباك نهائيا ما يسمعش ياك، ويكون في علمك خيبتي لي ظني. انا كون داير في راسي بلي راكي قاعده تسنى فيا وكامل واش راني ندير على جالك وانت على بالك بلا على جالك. انا للحظه جاتني لحظه ادراك لانه انا نسيت كامل هاد الشيء. انا حسبت لي عفسه تاع الصغر وممسي كامل واش كان يهضر انا حسبت لك شغل العفسه تاع مراهقه وكامل. بصح السيد لا لا ابدا، وللعلم تقريبا هو ثاني اكبر مني بهكاك 5 6 سنين، بين 5 سنين 6 سنين راكو عارفين، لانه انا تقريبا زايده في اواخر السنه سي بوغ سا نحسبها الطريقه. ايا قلت لكم بعدها هو كشغل قاعد يهضر ويقول لك شوف واحد الهضره هكا كشغل بلي كان واش راه يدير على جالي انا وبلي يحبني انا وبلي يعشقني انا. الوغ ثم انا ما لقيت واش نقول صراحه البنات فريمون جي ريان ادير. وين شافها كافيه بهذيك الطريقه كشغل تاع خيبه ظن. وين انا قلت له اسمح لي، قلت له فريمون العفسه درتها ما يلزمش انه نديرها بهذه الطريقه ولا حتى نتصرف بهذه الطريقه. انا هو عندنا واحد التعنيقه حتى فريمون توجعت هكا. وين قال لي ما نحبكش تكوني حزينه بصح ما نحبكش تهضري مع واحد اخر كي تاعي انا، فهمتيني؟ ومن الاول كنت ناويك حلالي على سنة الله ورسوله وماذا بيا تكون هكا، ما تهضري مع حتى واحد وبالك تخدعيني. وشت فيها هكا وبديت نبكي قلت ما خدعتكش، ولكن ما كنتش دايره في راسي بلي هذاك الشيء صح، ولكن حسبت لي عفسه تاع صغر. قال لي ماشي صغر واقع، خاصك تفرقي بين انسان يجي ديريكتومون الباب داركم ويوجد روحه قبل ويجي الباب داركم، وبين انسان يخسر عليك ميساج في ميسنجر ويقول لك انت تاعي. خاصك تفرقي بين هاد الصوالح وخاصك تفهمي الفرق ما بيناتهم. قلت له كيفاش؟ وين زاد هضر لي قال لي لازم تفهمي ثاني بلي الانسان اللي يحبك يدير عليك افعال بزاف ماشي هداير بزاف، فهمتيني؟ ومن هنا بس نياك عجبيني قال لي دوكا روحي خليني نبدل وبعد ان شاء الله نهضر مع باباك داكو. قلت له اوكي. المهم خرجت انا ولا فيغيتي شغل ارتحت اقسم بالله. يا البنات تقول حمل نحاه على كتافي فريمون شيء لا يوصف. حسيت بواحد الاحساس ماشي نورمال. هبط هكا وكان واحد ما انتبه لي، كانوا مزرهم يشطحوا ويديروا. ماما قالت يلا، قالت وين كنتي؟ قلت كنت في الطواليت حاشاكم. قالت يلا شطحي شويه وكامل. وهنا قلت ايه نشطح. المهم يا ودي طبعتي ديريكت مول لابيس تاع الشطيح بديت نهرول فيها اضرب هرول. كي كملت طحت قعدت قدام اختي. قالت لي واش كاين؟ قلت لها سكتي برك. قالت لي غير الخير ما تقوليش راح يقولوا لبابا. يا بنتي وخطينا معك وخطي روحك وخطينا معك. قلت لها يا ولاله. قال لي نجي نخطبك وزعف كون لقاني نهضر معاه. قالت لي والله. قلت لها والله. المهم اختي تشوكه تاع الصح في الاخر شطحنا وكامل كابت الختانه الحمد لله وعاد ولينا للدار. شوفوا لا فيغيتي في الاول طول شويه لدرجه وين قلت شغل واقيلا بدل رايو السيد وما راحش يجي يخطب ولا حتى اي حاجه. وين قلت واش صاير يعني شنو هذا؟ ولكن في الاخر يا ناس والله غير بعث بابا هضر مع بابا. وين قالوا اذا كان كما يقول ان شاء الله المكتوب، اذا المكتوب يكون بيناتنا كان ان شاء الله نجو نخطبوا مرة بالرؤوف. انا بابا شاور يعني شاورني انا وشاور ماما. انا كش وشت فيهم قلت لهم ان شاء الله تعالى بوكا با. لكن بابا قال لي شوفي، قال لي يكون في علمك، قال لي انا ما نقدرش نسمح لك انك هكا برك، ما نقدرش نخليك تروحي لدار راجل بلا باك وبلا دبلوم. من الاخر انا تروحي تسجلي تعاودي الباك تاعك، يعني ما خلونيش نطول هكا ولا. قلت لهم شغل انا في الاول قلت لهم حنطول يعني باش ما نجوزوش وكامل. لكن بابا قال لي هكا من الاخر، قال لي راح تعاودي تولي جوز الباك تاعك ديري دي دبلوم. الدنيا هذه هكا باش تروحي لدار راجلك راسك مرفوع بالنيفو مليح، يكونوا عندك دي دبلوم، وباذن الله تعالى على بالك رؤوف يمكن يخليك انك تروحي تقراي في لافاك في حاله ما انت حبيتي. اذا انت يعني ما حبيتيش هذيك عفسه واحده اخرى لانه هو انا عارفه. المهم تفاهمنا وانا وافقت وجاو خطبوني على سنه الله ورسوله. وانا كما يقولوا درت حياتي الحمد والشكر لله. خطبني وانا
كما قلت لكم ديت الباك تاعي وديت لي ديبلوم تاعي والحمد والشكر لله. وهذه هي القصه تاعي اللي جيت نحكيها لكم. ان شاء الله تكون عجبتكم، ان شاء الله تكونوا استمتعتوا، وان شاء الله تكون نالت اعجابكم ثاني بطريقتي وباسلوبي، وتكون غير طاقه ايجابيه لكم وديتوا العبره. شوفوا البنات راني قلت لكم كاين بزاف امور ما ذكرتهمش وبزاف امور زدتهم من عندي، ولكن العفسه الاساسيه هي التهديد. هذا التهديد انك تهضري مع كاش واحد ومن بعد يجي لداركم يبدا يهدد. فات اتونسيون، انا نقول لكم ونعاودها لكم، فات اتونسيون نو ريبوندي ا بيرسون في لي ريزو، سورتو كي يكون من حومتكم. حلوا عينيكم. حياه هذه راهي تهضر معاكم يا وصلت لي ديجا. على بالكم كو واحد جو سي با كيفاش كنت صغيره هذاك الوقت جو سي با وين جابها لخويا وحب يدير مشكل، ولكن انا عرفت كش كنت قويه شخصيه وعرفت كيف نواجه. حتى خويا خاف لانه السيد رحت هكاك في الليل رحت نروح له للدار نقول له خرج انا باش نتفاهم معاك. فات اتونسيون مليح 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 مليح، وردوا بالكم وحلوا عينيكم اليسرى واليمنى. راني وصيتكم. ودي القصه ان شاء الله تكون نالت اعجابكم. الى الملتقى ان شاء الله في قصه جديده ولا اروع. باي باي.